بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في تحدي واضح من مجلس إدارة نادي الزمالك ومرتضى منصور ضد قرار عزله من وزارة الشباب والرياضة. في أول تعليق من مرتضى منصور على قرار وزارة الشباب والرياضة بشأن حكم القضاء الإداري بعزله من رئاسة نادي الزمالك، حيث قررت الوزارة في بيان رسمي تنفيذ الحكم، واختارت مجلس إدارة النادي بضرورة اختيار قائم بأعمال رئيس النادي لحين أقرب جمعية عمومية. مرتضى منصور وخلال تصريحات صحفية تعجب من صدور القرار من وزارة الرياضة، وهو يوم أجازة رسمي أو في يوم أجازة رسمي، كما يتحدث عن كيفية خروج قرار بهذا الشأن رغم تواجد استشكال يوقف التنفيذ لحين صدور حكم نهائي من الإدارة العليا. في نفس الوقت اللي طلعت وزارة الشباب والرياضة أكدت إن سواء استشكل أو استأنف مرتضى منصور على الحكم، الاستشكال أو الاستئناف أو المعارضة أو أي حاجة ممكن تسميها لا يوقف تنفيذ حكم المحكمة بعزل مرتضى منصور. ولكن مرتضى منصور بيقول إن القرار ده أو الاستشكال بتاعه يوقف تنفيذ الحكم. واعتبر مرتضى منصور أن موقف غريب من جانب الوزارة، أو موقف الوزارة غريب في ظل تسرع غريب في إصدار القرار. مرتضى منصور بيأكد أنه لن يصمت على تلك الممارسات التي تحدث وعلى تلك الأمور التي من شأنها عرقلة مسيرة الزمالك. ويذكر أن حكم القضاء الإداري كان بناء على دعوة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لعزل مرتضى منصور وفقا لحكم صادر ضده تم تنفيذه بالحبس لمدة شهر في أحد قضايا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضده. يعني هناك تحدي واضح من مرتضى منصور وعدم تنفيذ لقرار الشباب والرياضة، اللي أكدت إن مفيش أي تحايل في موضوع انك انت لا تتحايل كمجلس اداره الزمالك في تنفيذ الحكم بعزل مرتضى منصور، لانه حكم قضائي ملزم. مش كده وبس، لا، ده الموضوع شكله متطور لتطورات كبيره جدا. يعني مرتضى منصور نشر على صفحته على الفيسبوك صور من صلاه العيد داخل جدران نادي الزمالك. شكله كده الموضوع مطول، ومرتضى منصور لن يستسلم بسهولة، وواضح ان في مفاجآت بالجملة سواء من هنا او من هناك. ده غير كمان ان احنا سمعنا او يقال، يعني لان انا مش متأكد من الموضوع ده، ان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مش عارف بقى نقوله الحالي ولا السابق ولا المعزول ولا نقول ايه، بيقول لك ان هو شطب وزير الشباب والرياضة، شطب عضوية وزير الشباب والرياضة من نادي الزمالك. يعني بدل ما وزير الشباب والرياضة هو اللي يعزل مرتضى منصور، وعزل مرتضى منصور بقرار من بحكم قضائي، لا، ده مرتضى منصور هو اللي عزل وزير الشباب والرياضة وشطبه نهائيا، او شطبه من نادي الزمالك، شطب عضويته من نادي الزمالك. طبعا الموضوع الشطب ده انا سمعته بس مش متأكد منه، لكن لو حصل الموضوع ده قمة الكوميديا، مش السوداء، ده السوداء والبيضاء والرمادية، وقول زي ما تقول. فلو فعلا الكلام ده حصل ومرتضى منصور عزل او مرتضى منصور شطب عضوية وزير الشباب والرياضة من نادي الزمالك، وما زال مرتضى منصور موجود في منصبه، فانا بقول لوزير الشباب والرياضة يا ريت تقدم استقالتك، لان انت حضرتك في المكان الغير مناسب في الموضوع ده او اللي حصل ده. نروح بقى لأم البانة. أم البانة أم البانة طبعا كلكم عارفين مين أم البانة. أم البانة طبعا اللي كانت موجودة في مباراة الأمس أو اللي يعني مباراة ليلة العيد، اللي كانت أحلى عادية من بنات الذهب، بنات النادي الأهلي. بنات النادي الأهلي اللي رفعوا اسم النادي الأهلي وبطولتين في يوم واحد، سواء
كاس اليد او دوري الطائرة لفتيات الذهب، وبينوا من هما فتيات الذهب ومن هما فتيات الذهب اللي هو ليس اصلي، اللي هم راحوا للنادي المنافس. فكانت احلى هدية من بنات النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي. وخلي ام البانة هي وبنتها قاعدين يعني يلا مش عايزين نقول حاجة، يا ربنا يصلح لهم الحال كده ويسهل لهم. نروح لأخبار النادي الأهلي. أخبار النادي الأهلي، طبعا كلنا عارفين إن هناك موعد لمباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا. إن شاء الله هيكون المباراة بإذن الله. طبعا دلوقتي احنا بقينا في يوم جديد وتاني يوم العيد، فيختتم فريق النادي الاهلي تدريباته الجماعيه يوم الجمعه اللي هو امبارح في اول ايام العيد الفطر المبارك، استعدادا لخوض مباريات الهامه والحاسمه امام الرجاء المغربي غدا السبت او النهارده بقى السبت في ذهاب دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا، وهي المواجهه التي يسعى خلالها الفريق الاحمر لتحقيق الفوز بنتيجه مطمئنه قبل السفر الى المغرب لخوض مباراه الاياب يوم 29 ابريل الجاري. واحلى حاجه في الموضوع ده ان منتهى الروح الرياضيه بين نادي الاهلي ونادي الرجاء، والحمد لله ان مفيش حد من اصحاب الفتن دخل بين النادي الاهلي ونادي الرجاء ولا جماهير النادي الاهلي وجماهير الرجاء، واستقبال حافل واستقبال كريم من النادي الاهلي لبعثه الرجاء المغربي على ارض مصر، لانهم في ارضهم التانية او في بلدهم التاني مصر، ويعاملوا احسن معاملة من اول الاستقبال في المطار واستقبال حتى من الشعب المصري. كرة دوري ابطال افريقيا جعلت فريق الاهلي في مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائي البطولة الافريقية بعدما سبق والتقي في نفس الدور بالنسخة الماضية من دوري الابطال. وحال تأهل الاهلي على حساب الرجاء سيلتقي مع الفائز من الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي. وانا بعمل الفيديو ده النتيجة كانت 0-0 لسه بين شبيب القبائل والترجي، والمباراة بتلعب في الوقت الحالي اللي انا بعمل فيه الفيديو. وموعد مباراة النادي الاهلي ان شاء الله، فبيستعد النادي الاهلي مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها 9 مساء النهارده السبت على استاد القاهرة الدولي في تاني ايام العيد في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا في حضور 52 الف مشجع. يعني شوف الجمال بقى، 52 الف مشجع اهلاوي ان شاء الله على موعد في سهرة يعني في تاني ايام العيد، سهرة كروية جميلة باذن الله. طبعا القناه اللي هي الناقله لمباراه الاهلي والرجاء فقنوات بين سبورت. قنوات بين سبورت بتنقل مباراه النادي الاهلي والرجاء كونها الناقل الحصري لمباريات البطوله الافريقيه. وان شاء الله كلنا ندعو للنادي الاهلي بالخير ان شاء الله وبفوز مطمئن ان شاء الله. يعني ان شاء الله النادي الاهلي بكره يخلص المباراه او النهارده يخلص المباراه ان شاء الله، وتكون مباراتنا القادمه مباراه تكون سهله باذن الله بعد نتيجه اليوم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.